السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب تكونوا بخير كلكم. عاملين ايه؟ بحب كده اولا اسلم على كل حبايبي وكل اصدقائي. واقول لنا كده صديقتي راحت تعمل عمرة، وعقبالكم كلكم يا رب ترجع بمليون سلامة ان شاء الله. انا قلت لها كده تدعي لحبايبنا كلهم وهي هناك. طبعا انا طالعه بس اتكلم كده كلمتين علشان ايه، كانش ينفع المناسبه دي تعدي كده غير انا كنت بصراحه عايزه احتفل بيها. بس بصراحه اليوم اللي فات كنت تعبانه شويه وكان في فيديوهات بصورها، فكنت مضغوطه كده شويه. المناسبه يا امنيه مناسبه ان انا قعدت سنتين على القناه، وكان عيد ميلاد قناتي كان يوم 12/11. انا فتحت القناة من سنتين كده، كملت سنتين مع ناس جميلة وبجد في ناس كتير قوي يعني انا بعزها وبحترمها. طبعا ان شاء الله سنين كتير حلوة معاكم بإذن الله. هنبدأ ان شاء الله في السنة التالتة مع بعض، تكون سنة خير ان شاء الله، سنة 2023. كل اللي نفسه في حاجة ان شاء الله كده يحققها، وكل اللي ما تفعلوش يتفعلوا، واللي ما جالوش البنكود يجيله. بجد السنتين دول كانوا اصعب سنتين مروا. حاجات كتير مرت فيهم واحداث كتير طبعا حصلت، في منها الحلو وفي منها الوحش. عموما في حياتنا بنقابل ناس كتير يعني ما بيتنسوش بحاجات حلوة، وناس كتير برضو بحاجات مش حلوة اكيد برضو بنبقى فاكرينها. لا الوحش بيتنسي ولا الحلو بيتنسي. في الاخر اقول لكم ان شاء الله كده ربنا يوفقكم جميعا. بديكم نبذة كده من الامل والتفاؤل. آه، خلي عندكم إرادة وخلي عندكم امل، وان شاء الله كملوا. ساعات بيجي لنا لحظات احباط، عايزه اقول لكم لا ما يجيلكمش الاحساس ده حتى لو جالكم، او نفسكم بنفسكم. انا ساعات ببقى محبطه حرفيا، بيبقى لي ماليش نفس خالص اني اعمل فيديوهات ولا اصور ولا اعمل حاجه. بجد ساعات الواحد ما بيبقاش ليه نفس خالص ان هو يعمل اي حاجه. والله ساعات انا ببقى عايزه ارمي التليفون ده او ادغدغه او اكسره او اي حاجه يعني، ببقى مخنوقه منه. طبعا ضغط نفسي وعصبي علينا، وبالذات قنوات الطبخ يا جماعة بتتعب جدا جدا. اتمنى من كل حبايبنا يبقى في صدق في التفاعل. كلنا نحب الخير لبعض طبعا، وزي ما بنحب الخير لنفسنا نحبه لغيرنا علشان هو يجيلنا. ومش عارفة والله مش لاقية كلام يعني أقوله غير إني بشكر كل الناس الجميلة اللي في حياتي، كل أصدقائي، كل القنوات المحترمة اللي أنا طبعا تعرفت عليهم وما زلت يعني أعرفهم. منهم قناة علياء علي، دي صديقة مقربة ليا. أم فاتي مطبخ الغوالي، شيري، مش عايزة أنسى حد، آسيا، ولاء رجب، حبيبة، اللهم صل على النبي، نانا. يعني قنوات كتير بجد بكن لهم كل الحب. في ناس بحس كده ان هي بتحبني من غير اي مصالح او من اي يعني من غير اي حاجة خالص. احنا بنحب وبنقدر بعض. او بالنسبة لاخواتنا برضو اللي على اليوتيوب، في اخوات برضو من الرجال يعني برضو محترمين جدا ومتفاعلين معانا جدا. بحب اشكرهم طبعا كلهم، الشيف محمد، استاذ مصطفى بطوط، كل حبايبنا المغاربة عموما سواء رجال او ستات. بجد على راسي وعلى دماغنا، وتفاعلهم ده يعني بيفرق معانا وفي نفسيتنا. فأتمنى من الجميع إن هو يحب الخير لغيره، أو يتفاعل بصدق وأمانة، عشان ربنا طبعا في الأول وفي الآخر شاهد علينا. مش عايزة أطول عليكم، الفيديو ده كان فيديو كده قصير، أنا هكتب عليه طبعا عيد ميلاد قناتي. يلا بقى أما نشوف كام واحد كده بيحب أم أمنية،
وهيكتب لها عقبال سنين كتير معانا على اليوتيوب، ونشوف بقى اللايكات هتبقى قد ايه، ونشوف الفيديو ده هيوصل قد ايه. هقيس مدى محبتكم باللايكات وان الفيديو ده يترفع. يلا، بحبكم في الله، دمتم في رعاية الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الله وامنه. مع السلامة.